انا رجعت الايفون الجديد لابل خلال 14 يوم وردهم صدمني. كان عندي دايما استغراب لفكره ازاي ترجع ايفون جديد قبل نهايه ال 14 يوم اللي ممكن ترجع فيهم اي منتج من ابل، وهل هتوافق ولا لا. فقلت اجرب التجربه في الايفون 16 وهقول لك السبب في اخر الفيديو ان انا رجعت الايفون 16 العادي، ولكن ده 16 برو ماكس سايبينه معانا وهيفضل مكمل. فبشكل عام عملت طلب استرجاع من على التطبيق بتاع ابل ستور. بعديها بكام يوم DHL كلموني وحددوا معايا ميعاد، وبعد كده ادوني الورقه دي واستلموا الايفون. لحد هنا كل ده عادي. اللي مش عادي ان انا كنت خايف من رد فعل ابل، لان مفيش سبب مقنع لاسترجاع الايفون، لان انا فتحته واستخدمته لمده 13 يوم بالظبط. ولكن اللي خضني ان هم استلموا الايفون في يوم، تاني يوم الصبح قال لي خلاص الريتيرن كومبليت، واستنى الريفند بتاعك خلال 5 ايام عمل، يعني فلوسك تجي لك على الفيزا اللي دفعت بيها خلال 5 ايام عمل بس. فدي حاجه مجنونه من ابل بمعنى الكلمه، بتثبت انها شركه اعتماديه جدا. وللعلم ليه رجعت بقى الايفون 16 العادي، رغم ان قلت لك ان هو افضل صفقه ايفون دلوقتي، مش لانه وحش لا خالص، لاني عاوز اجيب ال 16 بلس واسيبه معايا، لان ده اللي فعلا الناس طالباه اكتر وبطاريته اقوى بكتير، فهيستحمل مع ناس كتير جدا. فناوي اسيبه معايا، وناويين نجيب اللون الجديد البينك. ما تسالنيش همشي بيه ازاي، انا ما اعرفش. بس كده اعمل لايك الفيديو وفولو عشان كل جديد. انا علي وبحب اشارككم كل تقنيه جديده.